سفر أعمال الرسل بيحكي لنا من ساعة صعود ربنا يسوع ليه كل المجد لغاية ما بولس وصل روما كسجين منتظر يحاكم قدام قيصر. هو بيشغل حوالي 30 سنة من عمر الكنيسة الأولى، وساعات كانوا يسموه سفر أعمال الروح القدس لأن الروح القدس بيقود الكنيسة بشكل واضح، وتكرر ذكر الروح القدس في السفر ده حوالي 54 مرة. سفر أعمال الرسل بيبدأ بآية هيحكي لنا بالظبط إيه اللي بيحصل في هذا السفر، وده في الإصحاح الأول آية 8: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ده الترتيب اللي هيمشي عليه سفر الأعمال. فهنتلاقى أول كام إصحاح كانت الخدمة في أورشليم، وبعدها دخلنا على اليهودية، وبعد كده دخلنا على خدمة السامرة، وبعد كده انتشرت الكرازة إلى أقصى الأرض. أول إصحاح في سفر الأعمال بيحكي لنا اختيار مكياس بديل عن يهوذا، إزاي عملوا قرعة بعد ما صلوا وحطوا مكياس مطرح يهوذا علشان يكمل العدد 12 مقابل للأسباط ال12 بتوع العهد القديم. أعمال 2 بيحكي لنا يوم العنصرة، يوم محل الروح القدس على التلاميذ على شكل ألسنة نارية، وإزاي امتلأوا بالروح القدس وبدأوا يتكلموا بألسنة. وسجل لنا سفر الأعمال 14 لغة بيتكلموا بيها الآباء الرسل علشان يبشروا في كل العالم. ويوميها بطرس وعظ الوعظة المشهورة و3000 نفس آمنت بربنا يسوع المسيح. فأعمال 3 بيحكي لنا عن بطرس ويوحنا لما طلعوا يصلوا في الهيكل صلاة الساعة 9، وساعتها قبل الأعرج وعملوا معجزة شفاء الأعرج، وكانت معجزة واضحة جدا قدام آلاف من اليهود، فمسكوهم وسجنوهم وحققوا معاهم. في إصحاح 4 هيطلعوا من الحبس بناء على شهادتهم قدام الناس، وهيخافوا اليهود يعملوا فيهم حاجة، ويروح بعد كده يصلوا مع اخواتهم التلاميذ ان ربنا يديهم قوة اكتر ويكملوا خدمتهم اكتر. اما بقى اعمال 5 بتجيلنا حكاية حنانيا وسفيرة، ازاي 2 حبوا يعملوا زي الناس الحلوين اللي بيسيبوا كل فلوسهم، لكن هم استخسروا الفلوس لكن كانوا حابين ياخدوا منظر التقوى، فكذبوا على الروح القدس وعلى رجل الله بطرس، فوقع حنانيا ميت وبعدها سفيرة، فاصبح خوف في كل نفس، والناس عرفت ان ربنا ده ما يضحكش عليه وان الروح القدس حاضر في الكنيسة. هنتلاقى بعد كده في اعمال 6 تجيلنا قصة الشمامسة السبعة. كان في نوع من التوتر بين الارامل اللي من اصل عبراني والارامل اللي من اصل يوناني علشان بيغفل عنهن في الخدمة اليومية. فالاباء الرسل انتبهوا، قالوا احنا مش هنسيب خدمة الكلمة ونخدم موائد، اختاروا منكم 7 رجال مشهود ليهم. فاختاروا ال7 اللي اولهم استفانوس، وكان أول نظام للشمامسة السبعة. بعد كده بيحكي لنا سفر الأعمال عن استفانوس وعظمة هذا الشاب، وكان أول الشمامسة، وكان مملوء من الروح القدس والحكمة، وكان بيتكلم مع اليهود ويبشرهم. وفي أعمال 7 بتيجي الوعظة الطويلة بتاعة استفانوس اللي انتهت برجمه وأصبح أول شهيد في المسيحية، وكان شاول الترسوسي واقف بيتفرج على المنظر. أما بقى أعمال 8 فبيحكي لنا عن فيلبس المبشر، وازاي راح السامرة وابتدى يبشر والناس قبلت الإيمان، حتى سيمون الساحر آمن وتعمد، فبعت لبطرس ويوحنا علشان يجي يحط إيديهم عليه زي سر الميرون. لكن بعد كده نكتشف إن سيمون الساحر إنسان مش مستقيم لأنه حب يشتري موهبة الله بدراهم، لكن القديس بطرس شد عليه تمام وحرمه بسبب فكرة السيمونية بإنه عايز يشتري نعمة الكهنوت بالفلوس. أعمال 9 بقى تبتدي حياة بولس الرسول. نسمع عن لقاء شاول الترسوسي مع ربنا يسوع وهو رايح دمشق علشان يصطاد المسيحيين اللي هربوا من الاضطهاد. راح قابله ربنا يسوع لكل المجد، فوقع على وشه فقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال له: من أنت يا رب؟ فقال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهدهم. اللي حواليه كانوا شايفين النور وسامعين شاول بيتكلم، بس مش شايفين الشخص اللي بيكلم شاول ولا سامعين صوت ربنا يسوع. بعد كده شاول الترسوسي دخل دمشق وفضل أعمى 3 أيام، وجه حنانيا بناء على رؤية من ربنا يسوع وعمده، ونزلت قشور من عيون شاول وانضم إلى الكنيسة وبدأ يبشر. فدمشق حاولت تخلص منه لأنه أصبح كأنه عار على اليهود، فحبوا يموتوه فهرب إلى أورشليم، فهناك برضه حبوا يموتوه فراح ترسوس. أعمال 10 بتيجي حكاية كرنيليوس. كرنيليوس قائد 100 عايش في قيصرية،
راجل بسيط بيصنع صدقات ويمارس أصوام، لكن ما يعرفش ربنا يسوع لكل المجد. فمعلمنا بطرس جات له رؤية، حكاية الملاية اللي نازلة وعليها كل أنواع الحيوانات، وصوت ربنا اللي بيقول له يا بطرس قوم اذبح وكل. لكن بطرس الرسول يعترض ويقول أنا عمري ما أكلت حاجة نجسة. فيقول له ربنا ما قدسه الله لا تنجسه أنت. وتكرر الحلم 3 مرات لغاية ما ربنا وضح له وقال له في ناس جايين لك روح معاهم وما تترددش. راح بطرس الرسول دخل بيت كرنيليوس وجمع كل الحبايب، وكرنيليوس فاكره إن ملاك من السماء فكان رايح يسجد له. فقال له أنا إنسان زيك، وقال له أنا أول مرة أدخل بيت راجل أممي. واتكلم عن ربنا يسوع لكل المجد، وحل الروح القدس على المجتمعين. فكانت بداية قبول الأمم، لأول مرة الأمم تقبل الإيمان. وبعد كده بطرس الرسول عمدهم وانضموا للمسيحية. لما رجع بطرس لبلاد اليهود الناس اتضايقت منه في الأول، فقالوا له إزاي عملت كده؟ فحكى لهم الحكاية وقال لهم هو أنا أقدر أمنع ربنا؟ إن كان ربنا حابب يضم الأمم إحنا مش هنقف قصاده. في أعمال 11 بقى إن برنابا راح جاب شاول الترسوسي من بلده ترسوس علشان يضمه للخدمة في أنطاكيا، بما إنه مطلوب للإعدام في دمشق وأورشليم واليهود متغاظين منه، فهو أخده أنطاكيا علشان يخدم معاه. ودي كانت بداية انطلاق معلمنا بولس الرسول. في أعمال 12 هنتلاقي هيرودس بيمد إيده على الكنيسة وينهال عليها بالاضطهاد، فمسك يعقوب أخو يوحنا ابن زبدي وقطع راسه بالسيف. وكان يعقوب أول شهيد من ال12 تلميذ. بعد كده حط بطرس في السجن علشان يموته كمان. وحصلت المعجزة إن الملاك جه طلع بطرس من السجن، والكنيسة كلها كانت بتصرخ من أجل نجاة بطرس الرسول. وراح للعلية واتقابل مع التلاميذ، وهناك فرحوا قوي بربنا وصلوا طمنوا كل الأحباء إن بطرس الرسول خرج سليم. وانتهى الإصحاح ده بموت هيرودس موتة صعبة شنيعة لأنه مد إيده على الكنيسة. أما بقى أعمال 13 نسمع أول مرة عن الرحلات التبشيرية. بولس وبرنابا يبتدوا يخرجوا في رحلة تبشيرية، وده معناه إيه؟ إن هم يطلعوا من أنطاكيا يلفوا داخل آسيا الصغرى اللي هي تركيا، وبعد كده أوروبا، ثم يرجعوا إلى أنطاكيا. الرحلة دي بتاخد 2-3 لكن مقر انطلاقهم دايما كان أنطاكيا. فإصحاح 13 و14 كانت أول رحلة تبشيرية يقوم بيها بولس وبرنابا، وفي أولها معلمنا مرقس كان معاهم ورجع، وده اللي خلى بولس الرسول متردد إن ياخده مرة تاني. أما بقى أعمال 15 بنسمع عن أول مجمع في تاريخ الكنيسة، لأن في الوقت ده طلعوا ناس بيدعوا إن الآباء الرسل إن هم قالوا لازم المسيحي يكون يهودي الأول، ولازم يختتن كل مسيحي قبل ما يتعمد. الكلام ده بلبل ناس كتير. بعد ما بولس دخل الأمم وبشر ناس كتير وعمد ناس كتير، فكان كلامهم معطل جدا للإيمان. فبولس وبرنابا اتفقوا إن هم يروحوا يقابلوا الآباء الرسل علشان يشوفوا هم فعلا قالوا كده ولا لأ. فكان أول اجتماع لقادة الكنيسة بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس وبرنابا. وبولس قعد يحكي عن الرحلة التبشيرية وإن ربنا فتح ليه باب كبير قوي في الأمم. بناء على الكلام ده بطرس الرسول وقف في صف بولس الرسول فقال أنا كمان عمدت كرنيليوس وربنا فتح الباب للأمم. ليه نتقل على الناس اللي راجعين من الوثنية ونقول لهم ختان وسبت وذبايح حيوانية؟ الكلام ده ما يجيش مع الإيمان المسيحي بتاعنا. فبعد كده وقف يعقوب في الآخر وأخذ قرار جماعي وقال قال الروح القدس ونحن أن لا يثقل عن الراجعين من الأمم، وننبه عليهم بس إن هم يبعدوا عن الممارسات الوثنية وينضموا للإيمان ويعيشوا حياة مقدسة من غير ما يخضعوا لشرائع اليهود القديمة. كمان أخذوا 2 من قادة الكنيسة من أورشليم علشان يأكدوا لبتوع أنطاكيا إن الكلام ده قالوه الآباء الرسل، وكان منهم سيلا اللي هينضم لبولس الرسول بعد كده في الرحلة التبشيرية الثانية. فقلنا إصحاح 13 و14 الرحلة التبشيرية الأولى. هنبدأ من إصحاح 16 الرحلة الثانية. 16 إصحاح 16 و17 و18 دي الرحلة التبشيرية الثانية اللي فيها كان بولس الرسول داخل على آسيا. بعد كده الروح القدس قال له بدأ يعطله إن هو ينطلق إلى آسيا ويشاور له إنه يروح لأوروبا. وفي الآخر ظهر له الرب اللي بيقول له أعبر إلينا وأعنا. فقال للجماعة اللي معاه يلا عشان ربنا عايزنا ندخل إلى اليونان. ودخلوا بلاد اليونان بداية من فيليبي، وده كان انطلاق لكل أوروبا بعد كده. ولما ابتدى يبشر وأخرج روح العرافة من الجارية اللي كان فيها الروح دي، الناس مسكوه ضربوه أخدوه للحاكم فسجنوا في سجن روماني، وهو ما كانش يعرف إن السجن ده روماني. وفي يوميها حطوه في المقطرة، وفي نص الليل كان بيصلي هو وتلميذه سيلا، وهو بيسبح السجن كله اتفك والسلاسل اتفكت وحصلت المعجزة، وكل المساجين كان ممكن يهربوا لكن ما هربوش لأنهم كانوا عايزين يتعرفوا على الإيمان من خلال بولس وسيلا.
ساعتها كان السجان نفسه كان هينتحر، وبولس منعه وطمنه إن كل المساجين موجودين، ودي كانت معجزة كبيرة كانت بداية الخدمة في فيليبي. وبعد كده جه الوالي اعتذر لبولس لما عرف إنه روماني وخلاه يسيب البلد. بعد كده ابتدى معلمنا بولس الرسول يتحرك في البلاد اليونانية من تسالونيكي لأتينا لكورنثوس، وفي أتينا كان في اللقاء المشهور بتاع أريوس باغوس معقل الفلسفة كله، ووقف قدام الفلاسفة ويقول لهم شعراءكم بيقولوا إننا به نحيا ونتحرك ونوجد. في ناس اتأثرت بالكلام وآمنوا بربنا يسوع، وبعضهم استهزأوا ببولس وقالوا اليهودي ده مهزار ماذا يقول. بعد كده دخل على كورنثوس، وكانت بلد صعبة قوي لأن هي كلها فلسفة وإباحية، لكن ربنا يسوع ظهر له وقال له ليا شعب كبير في البلد دي، فقعد فيها 1.5 سنة يخدم. بعد كده خلصت الرحلة التبشيرية التانية. بعد كده انطلق مرة أخرى لبلاد آسيا، وبالذات أفسس إصحاح 19. وهناك بعد 3 سنين من الجهاد في أفسس حصلت مظاهرة ضخمة جدا، لأن معلمنا بولس بسبب كراسته تجارة الأوثان كادت يقف حالها خالص، فجماعة عمال الأوثان اللي بيبيعوا التماثيل خسروا خسارة ضخمة جدا، وعلى راسهم واحد اسمه ديمتريوس. عملوا مظاهرة وكانوا عايزين يقتلوا بولس، وطلعوا حوالي 2000 واحد يتظاهروا ضد بولس ويصرخوا ويقولوا عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. لكن بولس الرسول منعوه حبايبه إنه يواجه الناس دي وهربوه من البلاد. من إصحاح 20 بدأ يقابل الناس حبايبه علشان يروح أورشليم، وأثناء رحلة زيارته ودخلته على أورشليم كان بيصلي طول الليل في كنيسة، وكان فيها شاب قاعد في الدور الثالث اسمه أفتيخوس، نام راح وقع ومات، إنما بصلاة بولس الرسول قام، وكانت فرحة كبيرة قوي. يوميها استدعى كل كهنة أفسس، حكى لهم خبرته في أفسس وإزاي 3 سنين ما كانش بينام ولا ما كانش يرتاح علشان يوصل الكلمة لكل شخص. ودي عظة جميلة في أعمال 20 بنسمعها كتير في القداسات لما يكون مناسب نياحة واحد من الرعاة. أما أعمال 21 لما يوصل لأورشليم علشان يقابل الرسل ويجتمع بيهم وبيكون فرحان عشان هيعيد معاهم العنصرة، تبدأ المرحلة الأخيرة من سفر الأعمال. اليهود يمسكوا بولس ويكونوا عايزين يموتوه، ويجي قائد الناء الروماني ينقذه من إيديهم، وبعد كده يحطه علشان يحقق معاه، فيكتشف إنه روماني فيتعامل معاه باحترام شديد. وبعد كده بتبدأ مؤامرات اليهود للتخلص من بولس من إصحاح 21 لغاية آخر إصحاح من سفر أعمال الرسل. معلمنا بولس بيدور على سلسلة من المحاكمات والاضطهادات والمتاعب، ويترحل من أورشليم لبلد اسمها قيصرية. ولما يتلاقى مفيش فايدة في الجماعة دول ومش راضيين يحكموا بالحق لأن هو معلهوش تهمة حقيقية، فقال أنا رافع دعواي إلى قيصر. على الرغم إن قيصر مجنون وغلط إنه يحط حكم تحت إيد قيصر، لكن بولس الرسول كان نفسه يروح روما علشان يبشر هناك، وقعدته في السجن طولت والجماعة اليهود دول مش هيخلصوا مؤامرات عليه، فلجأ إلى قيصر. ينتهي سفر الأعمال بإنه ركب المركب والمركب كانت هتغرق، وقعدت فترة طويلة تايهة في البحر، وبصلوات بولس الرسول يوصل لروما ويدخل يقابل حبايبه في روما. وبينتهي سفر الأعمال قبل محاكمة بولس في روما. سفر الأعمال كتبه لوقا الطبيب حوالي سنة 62 ميلادي قبل ما بولس يحاكم أمام قيصر، المحاكمة الأولانية اللي انتهت بخروجه من السجن وكمل خدمته بعد كده. ولوقا الطبيب لأنه مدقق ومؤرخ كتب أمور كتيرة بالتفصيل، بعضها جمعها من أصحابه زي بطرس وآباء الرسل من أورشليم، والجزء الكبير من أعمال الرسل كان مشارك لأنه كان تلميذ بولس الرسول.